11 فالجو يعني الجو مش ساقع والجو كويس، بالإضافة إن في سحاب فده كويس جدا. بقالي كتير جدا ما شفتش سحاب من بداية السنة دي. أول ما صحيت وأنا مش عارف أنا عايز أعمل إيه النهاردة، بسبب إن أنا مش حاطط خطة النهاردة أنا هعمل إيه، فبالتالي مش عارف انا هعمل ايه، ولا عارف انا هصور النهارده ايه، ولا الفيديو بتاع النهارده هيتصور عن ايه. وبالتالي مش عايز اعمل نفس اللي انا بعمله كل يوم ويبقى نفس الفيديو بيتكرر كل يوم، احداث بسيطه مختلفه بكلام مختلف. مش عايز يبقى نفس الحاجه هي اللي بتتعمل كل يوم، فبالتالي عايز اعمل حاجه مختلفه. فبالتالي قعدت يجي 3 ساعات تقريبا عندي كريتيفيتي بلوك او مايند بلوك، مش عارف انا عايز اعمل ايه، مش عارف انا هعمل ايه. فجيت قلت خلاص just create something, just do something. اعمل اي حاجه، اصنع اي حاجه، صور اي حاجه، وفي الاخر جمع كل الداتا دي في الايديتنج وتطلع حاجه، تطلع في الاخر فيديو، تطلع في الاخر برودكت. اعمل اي حاجه. فبالتالي ده اللي جه في دماغي النهارده، اللي هو لو انت مش حاسس بالتحفيز، لو انت ما فيش في دماغك اي حاجه تعملها، just do something. اعمل اي حاجه، حرفيا لازم تعمل اي حاجه. انا النهارده جيت قلت بس ما فيش حاجه في دماغي، انا هنزل اتمشى. نزلت بالفعل اتمشيت، صورت اللي انت شفته في الاول ده، جيت فطرت، جيت بصور دلوقتي. وانا ستيل لحد الان انا مش عارف الفيديو بتاع النهارده هيبقى عن ايه، اللي هو الفيديو اللي بيصور ده. ستيل لحد الان انا ما عنديش فكره ان انا اصوره. فبالتالي اعمل اي حاجه زي ما انا بعمل دلوقتي كده. انا مفيش اي حاجه في دماغي، فبالتالي انا لازم اصور حاجه النهارده، لازم فيديو ينزل النهارده. ده فكك من كل ده عشان التحدي، ولكن لازم تعمل حاجة. just create something, just do something, do anything. اعمل اي حاجة حرفيا. لو انت بتعرف تعمل اي حاجة قوم اعملها، لو انت قاعد مفيش اي حاجة حرفيا تعملها قوم اعمل اي حاجة. اي واحد يقول لي طب ازاي مفيش حاجة وانا هقوم اعمل حاجة؟ شوف انت كويس في ايه قوم اعمله. انت مثلا بتحب الرسم قوم ارسم، ديك كده عملت حاجة. وانت مفيش اي حاجة في دماغك انت تعملها، مفيش اي حاجة انت عارف انت تعملها، مفيش اي حاجة عايز ان انت تعملها. just do something. اعمل اي حاجة حرفيا. او الرسالة دي قبل ما اكون بقولها لكم انا بقولها لنفسي، اعمل اي حاجة حرفيا. لو انت مش حاسس بالتحفيز، مفيش اي حاجة، مفيش في دماغك اي فكرة، قوم اعمل اي حاجة. يمكن دي حاجة كنت بسمعها قبل ما ارجع تاني اعمل فلوجز والكلام ده وصور فيديوهات. اي حد كان بيقولك اعمل اي حاجة حرفيا. لو انت انا واحد بحب التصوير، فبالتالي اعمل اي حاجة بالنسبة لي اللي هي قوم صور اي حاجة. يعني زمان المفروض يعني لو الواحد ده كان ركز في الكلام ده من هو صغير، من 4 سنين مثلا ولا 5 سنين اما كنت بعمل يوتيوب فيديو، المفروض كنت اسمع الكلام ده ان انا اقوم اصور اي حاجة، ولكن كنتش بقوم اصور للاسف. ففهمت الموضوع ده متاخر، اللي هو قوم اعمل اي حاجة حرفيا. انت ما عندكش فكرة وعايز تصور اي حاجة دلوقتي قوم صور. عندك في الشارع مثلا قوم صور السحاب، اديك عملت حاجة بدل ما انت قاعد. فحقيقي لازم تقوم تعمل اي حاجة. لسه مخلص تصوير شوية فوتج تايم لابس، فوتج طلع زي ما تخيلتها بالظبط، ده شيء كويس جدا. ففي اخر اليوم الواحد في الاخر عمل حاجة. وانت مفيش اي حاجة في دماغك تقوم فاكر صمت، اعمل اي حاجة حرفيا. لازم تعمل اي حاجة. قوم يا صاحبي اعمل حاجة حرفيا، لازم تقوم تعمل حاجة. لو انت من بداية اليوم لحد الآن ما عملتش اي حاجة ولا اتعلمت اي حاجة جديدة، فده الوقت ان انت تقوم تعمل حاجة او تتعلم حاجة جديدة. لو في حد منكم كان قرأ كتاب اتوميك هابت فاكيد هيشوف الكوت اللي انا هقوله دلوقتي ده. هو مش كوت، هي حاجة موجودة في الكتاب، مش فاهم، كوت تقريبا، ممكن نسميها كوت. وهي ان انت لو كل يوم اتعلمت حاجة جديدة، فانت في نهاية السنة من الوقت اللي انت بدأت فيه هتكون 37 تايم بيتر من الوقت اللي انت بدأت فيه. ده كل ده بسبب الاستمرارية. في حاجة صغيرة جدا احنا ممكن نفضل نعملها ولكن احنا مش شايفين نتيجة، ولكن نتيجتها كبيرة جدا. فبالتالي انت لازم حرفيا كل يوم تعمل حاجة، لازم كل يوم تتعلم حاجة جديدة، لازم كل يوم لو انت متمرنش تتمرن. اول يوم في التمرين مش هتلاقي نتيجة، تاني يوم مفيش نتيجة، مدة شهر مفيش نتيجة، تاني شهر مفيش نتيجة، تالت شهر بتبدأ تشوف النتائج. فانت لازم تقوم تعمل اي حاجة حرفيا. لو انت النهارده ما عملتش اي حاجه لازم تقوم تعمل حاجه، فهو ده الوقت انت تقوم تعمل حاجه فيه. بس كده، دي كانت كل حاجه معانا فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تقول لي رايك تحت في كومنت، وتعمل لنا فولو على الانستجرام. اشوفكم بكره، سلام.